مساكم الله بالخير يا هلا. مثل ما قلنا الشخص اللي بقول قصته اليوم وهو كويتي من مواليد العراق. ليش قلت هالمعلومة انه من مواليد العراق؟ لأن بنبلش قصته من العراق، من يوم امه وابوه تزوجوا ويابوا الولد هذا. بس طبعا هو الحين راجل كبير عمره 80 سنة، يعني الله يطول بعمره. امه وابوه العلاقة ما تمت بينهم وايد وتطلقوا، وخلينا نقول هذه ما هي مشكلة كبيرة تذكر، يعني بالكويت شبه يومي في حالة طلاق. وبالنسبة حق قصته هذا ولا شيء للحين يعني. المهم بعد ما انتهت عدة الأم، منو تزوجها؟ ولد عمها. ولد عمها كان يحبها من زمان ويبي يتزوجها، بس هي تزوجت شخص. فبعد ما تطلقت يا ولد عمها وتزوجها، طبعا حاقد على زوجها القديم، فيطلع حرته بمنو؟ بالولد هذا. كان يعامل الولد هذا معاملة جدا سيئة وهو طفل صغير، يعني ما صار له الحين 10 سنين. كان يطقه ويفلع راسه بالقاع ويشق راسه. وبعد ما جاب عيال اللي هو زوج امه صار يفضلهم حيل عليه، مع انهم كلهم عايشين نفس البيت وكلهم تقريبا نفس العمر، فمفروض يعاملهم يعني معاملة واحدة، ما يفضلهم راح يتحسس هو. احنا العرب يعني انا اخوي الكبير اسمه احمد، فابوي يصير اسمه ابو احمد، كلنا كذي. يقول انا زوج امي جاب ولد اسمه شاكر اخوه، فما يصير هو ابو شاكر وهي ام فلان، فهي صارت ام شاكر مع انه هو ولدها الكبير. يقول ابوي راح الكويت تزوج وزوجته جابت له احمد، فهي ما يصير هي ام احمد وهو ابو فلان، فصار هو ابو احمد. يقول مع ان انا ولدهم الكبير، بس الابو مو مسمي عليه ولا الام مسميه عليه. يعني وين ما يطقها عويه، مسكين طفوله جدا تعيسه. ظل على هالحال لين تدخلوا الجيران، شافوا ان هذا الطفل جدا مسكين ومظلوم، ما يصير يعيش كذي، لازم يروح يعيش عند ابوه بالكويت احسن له. وافق زوج امه. فاول شيء ودوه عند عمامه عماته، وكلهم كانوا يرفضونه، لا لا ما نبي نستقبله هذا ما نبي. يقول اذكر المشهد هذا وانا صغير وما حد يبيني. لين عمته مرعوده قالت خلاص عندي، وهي اخذته وودته عند ابوه بالكويت. هالحكي تقريبا بالاربعينات. عاش عند ابوه، لكن ايضا ابوه ما كان يعامله معامله زينه كلش. يقول بوسه ما كان يبوسني، اكشر جدا معاه. المهم صار عمره الحين تقريبا 10 سنين 11 سنه، يبي يشتغل يعتمد على نفسه، مع انه للحين طفل هو. احيانا كان يشتغل بالسوق، مثلا نشوف احد شاري لحم ولا خضره يروح يشيلهم عنه يوصلهم للبيت ياخذ له مبلغ بسيط. وكان في مشروع بيبنون ثانويه شويخ بالكويت، فراح هو يشتغل هناك معاهم يبني. طبعا الامور اللي يقدر عليها يشيل يحط يعطي، هذا اللي يقدر عليه، وتوه صغير عمره يمكن 11 سنه. المهم يقول اثناء فتره الاستراحه من 12 لوحده، وهني في قصه حلوه. يقول انا فقير ما عندي الا بصل وخبز، هذا غداي. وفي اثنين اكبر مني، واحد اسمه بدر والثاني بكر. يقول كانوا ينظروا لي نظرة ان هذا مسكين اللي بعمره المفروض يدرسون، ليش حاله هو كذي. فكانوا ينادونه يعطونا الاكل اللي عندهم، فلافل وطماط، يعني همهم فقارة، بس قول حالهم احسن منا بشوي. المهم مرت السنين، دخلوا بمجال الاعلام. دش مجال الاعلام، جرب يغني ما فلح، جرب يمثل ايضا ما فلح، لكن في امور فلح فيها، وغالبا في تقديم البرامج، واخرج مسرحيات. لكن انا مو هذه قصتي، يعني ما بيقول هو شنو سوى. بالستينات عبد الكريم قاسم طالب بالكويت ان هذه ارضه من الكلام، فكان عنده هو استقبلهم، وايضا في اعلامي اخر، انه نفس يسوون يشكلون فريق ضد عبد الكريم قاسم. يقول في واحد انا من اللي استقبلتهم اطالعه ويطالعني اطالعه ويطالعني. كان هو يقول له انت فلان، يقول له بكر، يقول له يا هلا ويلم. ولا هذا صاحبه اللي قبل 20 سنه يوم كانوا يبنون ثانويه شويخ، بس هذا طلع عايش بالسعوديه يعني بكر. فالشخصية اللي نسولف عنها يقول حق بكر زين بدر شلون اللي كان معانا صاحبك اللي كنتوا يعني تعطوني اكل وهذا. قال انت مصدق ما تعرف بدر؟ فبكر يقول حق صاحبنا يقول له شلون ما تعرف بدر؟ اغلب اللي بالوطن العربي يعرفونه، وانت عاد مجال الاعلام فمن باب اولى ان انت تعرفه. قال له ما اعرف من يكون بدر، اللي اعرف انه كان يشتغل معنا قبل بس وكان يساعدني. قال له بدر سوى انقلاب في الشعر العربي الحديث وجدد في القصيدة. قال لا تقول لي الشاعر بدر شاكر السياب. قال لا ايه هو. طبعا هو يعرف الشاعر هذا معروف ويقرا شعاره وحافظها، بس ما يدري ان هذا الشخص اللي كان يشتغل معاه قبل. المهم الحين في شيء حلو سمعوا. الشخص اللي قاعد نسولف عنه راح امريكا عشان يدرس اعلام، خذ ماستر بالاعلام، خذ دكتوراه بالاعلام، ورد الكويت عشان يدرس وين؟ جامعة الكويت. فيقول الدكتور اول ما يتعين لازم العميد يفتر فيه بالجامعه، يوريه الاقسام، يوديه اول كلاس له، يعرف الطلبه عليه مع ان كلهم يعرفونه، لان من هم صغار هو كان يقدم برامج حق اطفال. وحتى مسرحيه بني صامت مالت عبد الحسين عبد الرضا هو المخرج مالها، فاساسا الكل يعرفه. المهم بس شكليا الدكتور او العميد عرفهم على دكتورهم الجديد ومشى. يقول بتكلم الحين انا ماني قادر. يا رجل انطق كلمه واحده. مو قادر. يقول دموع وابكي. الطلبه مستغربين ايش فيه الدكتور، يعني ليش قاعد يبكي؟ يقول انا قاعد اصيح رايح وارفع راسي فوق،
لين الطلبة قالوا لي ايش فيك دكتور؟ عشان يقول لهم بقول لكم شيء. شفتوا القاعة الحين اللي أنا قاعد أحاضر فيها؟ يوم كان عمري 10 سنين أنا اللي بانيها بيدي، لأن ثانوية شويخ صارت بعدين جامعة الكويت، اللي هي الحين علوم إدارية وعلوم اجتماعية وكلية الحقوق، كانت ثانوية قبل. فيقول أنا بانيها، أنا اللي حاط الرسميت وأنا حاط الطابق وكل شيء. كنت عامل هني، الحين صرت دكتور بنفس المكان. فمن عامل إلى دكتور. أنا خذيت بريك بعد القصة بس نسيت لا أقول لكم منو. هو الدكتور والإعلامي نجم عبد الكريم، حتى برنامج من سيربح المليون هو اللي حاط الأسئلة كلها وعنده أعمال وايد. المهم، الرسول عليه الصلاة والسلام يقول أحب الأعمال إلى الله شنو؟ ما قال عن شيء معين بالضبط، قال أدومها وإن قل. يعني ما تكلم عن عمل معين إن هذا سوى، لا، أي عمل حتى لو قليل، لو تمشي 10 دقائق باليوم، لو كل يوم تقرأ صفحة واحدة من كتاب أو من المصحف، أو أي شيء تسويه حتى لو شيء قليل، لكن أدومها وإن قل. يعني على الأقل إنك تثابر بهالشيء، لأن إذا ثابرت بشيء واستمريت عليه هذا يقودك إلى النجاح أكيد. الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان بطريقة عجيبة، وأعطانا العقل، هذه بروحها نعمة عظيمة، وأعطانا إيدين وريلين وجسم وطريقة تفكير وطريقة اختيار. زين ليش كل هذا؟ عشان أقعد وما أسوي شيء؟ لا، عشان تتعلم وتشتغل وتتغير وتتطور وتنجز وتفيد نفسك وغيرك. فإحنا إذا حطينا ببالنا شيء يمكن الواحد يحوش إنه يلا خلينا نسوي شيء. أنا ما انخلقت كذا عشان أقعد. كلنا أكيد المفروض عندنا طموح معين، في شيء بحياتك ودك تحققه وتوصل له. إما مثلا نسبة معينة، تبي شهادة زينة، تبي تمسك منصب زين، تبي وظيفة معينة، تبي تضعف مثلا، تبي تسوي مشروع وتدخل فلوس. كل واحد عنده طموحاته، بس وايد منا ما يسوون هالشيء هذا. ليش؟ سببين، إما كسل أو خوف. وكلنا أيضا فينا كسل وخوف، لكن بدرجات متفاوتة. يعني ما أعتقد في أحد يحب الشقة والتعب والشغل، كلنا نحب الراحة. بس ما حد نجح بحياته وما استغنى عن راحته شوي، على الأقل بوقت فراغك. ودائما سوي شيء اللي أنت تحبه. أقول لكم ليش هذه الميزة جدا جدا كبيرة. لأنك راح تقوم الصبح مبكر عشان تسوي شيء اللي أنت تحبه، ما عندك مشكلة أنك تقوم مبكر. وراح تسهر بالليل متأخر أيضا عشان تسوي شيء اللي أنت تحبه. فهذا جدا ميزة كبيرة. ثاني سبب اللي هو الخوف. كلنا منو فينا ما يخاف أنك تسوي شيء وتفشل وتخسر؟ بس أيضا ما حد نجح بحياته وما فشل بالبداية. فهذه ما هي مشكلة كبيرة اللي والله نعلق شغلنا كله على كسل أو خوف. فيا جماعة، إذا في واحد فيكم ما يسوي شيء، ولا يتعلم شيء، ولا يقرأ شيء، ولا يطمح حق شيء، ولا يحقق شيء، فاسمح لي، يعني هو ولا شيء. انت ايش سويت بحياتك؟ كلكم الحين اللي قاعد تسمعوني عندكم 86,400 ثانية باليوم. كل يوم عندكم هالعدد من الثواني، سوي فيهم شيء وراح تلقى مقابل 100%. أما إذا كنت ناطر جاركم والله يحقق لك حلمك، فهذا الشيء انسى، ما راح يصير. يعني لا تنطر الفرصة تجي، أنت اصنع الفرصة وسوها. تدرون وين أغنى مكان بالعالم؟ أغنى مكان بالعالم هو المقبرة. لأن في أفكار للحين ما تطبقت. وايد ناس عندهم أفكار حلوة وقدرات ياخذونها معاهم للمقبرة، ما يسوون شيء بحياتهم. فأتمنى إحنا ما نكون مثلهم. يعني إذا كان في ببالك شيء سوى، أو على الأقل على الأقل حاول إنك تسويه. هذا بحد ذاته إنجاز. بس هذا تسوي اللي عليك الأهم شيء. نجحت ما نجحت، أهم شيء سويت اللي عليك. فلا تخلي حياتك كذي تروح نفس اللي راحوا، يعني حياتك غالية عليك. وبس، ما حبيت أطول عليكم. أنا اخترت القصة أولا لأن الشخص كويتي، وثانيا لأن أعتقد القصة ما حد كان سامعها من قبل، لذلك اخترتها. لكن إذا في أحد منكم حاش اندفاع بعد هالموضوع وحقق الشيء اللي هو يبيه وصار شيء يذكر، أتمنى أنه ما يصيب الغرور. فأجمل شيء بالإنسان أنه يكون إنسان متواضع وبسيط ومثل ما هو، ما يتغير إلا للأفضل يعني. الجملة المعتادة، اعذروني على الإطالة.